مساء الفل، عاملين ايه؟ انا بجد سعيد والنهارده جاي اتكلم معاكم عن ان في اكتر من 2 مليار دولار اتصرفوا في الشرق الاوسط آم، في اعلانات رمضان السنه دي. ومصر لوحدها مستحوذه على اكتر من 700 مليون دولار، واحنا بنتكلم النهارده كده عن سوبر بول الاعلانات في مصر او الشرق الاوسط. السؤال هنا، ليه البراندات بتدفع الملايين دي كلها في 60 ثانيه على الشاشه؟ والاجابه الصريحه على طول، هم مش بيشتروا وقت، يعني هم مش ايرنج تايم، هم بيشتروا ايموشنال ميموري. افتكروا كده قلت لكم ان انا كنت عامل سبيتش بيتكلم عن الايموشنال كونكشن بين البراندز والاودينس. ماشي، مهم. فمينلي بنتكلم عن فكره الهندسه العاطفيه. النهارده تعالوا بقى نفكك كام اعلان كده مع بعض ونقول لكم مين اللي كسب الترند ومين بصراحه اللي حرق فلوسه على الفاضي. يعني اول حد معانا النهارده هو العبله كامل افكت. عبله كامل بدأت بالضربة القاضية، يعني فودافون على طول دخل عمل عودة تاريخية لعبلة كامل بعد غياب اراوند كام سنة، 8 سنين 9 سنين حاجة كده. فاللي حصل ده مش سيلبرتي اندورسمنت خالص. النهارده احنا بنتكلم على تقريبا سايكولوجيكال ريليتابيليتي مثلا. فانت النهارده لامس واحدة عند الناس، ست عند الناس دي كلها شايفين ان هي محبوبة جدا، يعني الناس نفسها يشوفوها، نفسها يشوفوها. ناس تعبانه وعندها ارهاق وضغط شغل ودنيا ولخبطه. فاللي عمله ده رجعك لزمن جميل، يعني هو خاطب الثمانينات والتسعينات كده في منت. فماركتنج هنا ذكي، مش بس جمع ما بين شويه مغنيين وبتاع وعمل اورجانيك فايراليتي، لا لا لا، هو ساب الناس تسال امال فين وفين 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 وفين. دي جت، دي الست دي جت كالت الدنيا. فالصراحه الكامبين دي هتعيش اكتر من اللي هم كانوا متخيلين. وتاني كيس معانا هنا بنك مصر. وبنك مصر هنا هو تجاهل تماما ان هو يبيع لك المنتج او يقول لك افتح حساب، هو قرر يبيع لك الانتماء بشكل او باخر. فلما تستخدم يعني بهاء سلطان، وبهاء سلطان نفس الفكره وكان متغيب عن السوق فتره طويله، لكن هو رجع. وطبعا محمود العسيلي فماركتير الشاطر عارف ان النوستالجيا دي او الحنين الى الماضي يعني بيترجم بشكل او باخر لبراند ايكويتي. وده بيثبت ان انت في رمضان الرساله اللي بتعتمد عليها هي مش البيع. انت دايما بتبعت رساله بطريقه او باخرى بتحسسه ان انت، انا فاكرك على فكره، انا فاكرك وعارفه. الترند التالت بقى بصراحه ومش داخل دماغي قوي بصراحه، بس هو فاميلي سنتريك، وانا فاهم الماركتير اللي وراه كان بيفكر في ايه. يعني تقدر تخمن انا قصدي هتكلم، انا هتكلم على انهي واحد، او انا هقول لك على ايه دلوقتي؟ عندك فكره؟ لا لا، فاميلي، في جروب اوف فاميلي. بالظبط، عمرو دياب، مش محتاجين نقعد نحرق كتير. عمرو دياب اول مره يظهر مع ولاده، فمشهد عائلي جميل. برانداتها بتلعب على غريزه لم الشمل، لو انا هلمكم يا جماعه، لمكم وايه ونظهر مع بعض. ولو فكرت فيها هتلاقي ان الاستاتستكس بتقول دايما ان القرارات الشرائيه في رمضان بتتاخد من جوه مجموعه، عمرها ما بتتاخد من فرد. مفيش واحد معدي كده في الشارع يقول لك انا هجيب كذا، لا، هو انت بنقعد مع بعض ونشوف احنا عايزين ايه. الناحيه التانيه هتلاقي المايكرو تارجتنج بتاعهم في اذكى صور بصراحه. عصام عمر بصراحه عالمي، عاجبني جدا شغله الفتره دي. وهو بيهت في جيل الثمانينات والتسعينات، يعني الجيل اللي معاه دلوقتي بيرتشيزنج باور. الثمانينات والتسعينات دلوقتي هم اللي عندهم البيرتشيزنج باور، لان هم الماميز اند داديز اوف ذا فيوتشر، يعني هم دلوقتي الموجودين. وفي قطاع الاجهزه طبعا روبي وهالة صدقي دخلوا بيلعبوا لعبه العروسه بشكل واضح. يعني خلاصه، عصر ان انت تعمل اعلان ويقول لك اشتري مني في رمضان ده خلص خلاص. هو دلوقتي اللي بيخلق حاله بيحترم عقليه الكونتنت اكسبلورر. انا عايزك تدور مشاهد اللي هو بيدور على المحتوى علشان يعمل له شير. انت عايز تعمل شير لاعلان اكتر ما عايز تتفرج على الاعلان، ما هو انت هتعمل ايه برضه؟ فانا هدفي في الفيديو ده ان انا انقلك من مرحله الفرجه لمرحله البيزنس اركيتكتشر. وجهة نظرك انت كمستهلك او صاحب بيزنس، ايه اكتر اعلان حسيت ان هو فعلا لمس قلبك؟ وايه الاعلان اللي انت حسيت ان هو بيستعرض الميزانيه؟